لو انت مهاجر وبتعيش في غربة فانت ممكن يكون جاي في دماغك او جاي في دماغك افكار كتير. فخلينا نقول ان الغربة مش بس تغيير في العنوان. اختيارك للغربة بيكون عشان ان انت عايز او انت عايزة ان احنا نعيد، يبقى عندنا اعادة لتعريف نفسنا بشكل جديد. فبسبب تغييرات المكان مشاعر بنحس بيها كتير وافكار كتير، زي افكار ليها علاقة بالوحدة بالغربة، مشاعر زي الحزن. اوقات ممكن نفقد المعنى للشيء اللي احنا اصلا كنا متغربين وسايبين بلدنا مخصوص علشانه. حتى ممكن نوصل لمرحلة ان احنا ممكن يجيلنا فيها اعراض للاكتئاب، وده بسبب الصدمة الثقافية اللي احنا بناخدها. احنا متعودين ان احنا نكون في بيئة معينة، فجأة البيئة بتختلف بكل حاجة فيها. فالغربة هي اكتر من مجرد المسافة الجغرافية بينك وبين وطنك. الغربة دي احساسك وشعورك الداخلي اللي انت دايما او اللي انت دايما بتكوني حاسة بيه. مجرد ان انا بفكر ان انا عايش او حاسس بالغربة، فده بيديني احاسيس كتير قوي، منها ان انا حاسة او حاسس بالضياع، بالوحدة، بالاختلاف. بحس ان انا بقيت موجود فعلا في مجتمع جديد ومتحوط بناس جديدة، بس ساعات كده بحس بيني وبين نفسي ان زي ما يكون في حاجز كبير بيني وبين الناس دول، وده بسبب ان انا سبت اهلي وصحابي والناس القريبين مني، ما بقيتش قاعد معاهم. ممكن على فكرة كل الاحاسيس دي ما تكونش عندك لو انت حد مهاجر او مغترب وبتتفرج عليا، بس كل اللي انا اقدر اقوله لك ان اكيد في وقت من الاوقات فكرتي او فكرت في افكار واحاسيس زي ديت في وقت من الاوقات. فالغربة مش مجرد ان انا بتنقل من مكان لمكان او ان انا اروح مكان جديد. الغربة هي رحلة عاطفية ونفسية طويلة عشان خاطر اتأقلم على المجتمع الجديد اللي انا بقيت موجود فيه.